السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا امراض؟ وحشتوني كتير. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفة حلوة جدا، سريعة منجزة مفيدة، هتنفعنا قوي. بصوا يا بنات، انا اول مرة استعمل المنتج دوت وقلت هجربه معاكم، وانا بالفعل جربته وطلع تحفة. ممكن تعملي سكرين وتجيبيه من اي محل منظفات. اسمه سوبر فيري. هو بيبقى مكتوب عليه 25 وساعات بيبيعوه ب20. بصي يا قمر، المفروض ان هو بيعمل 8 لتر. طبعا انت لو حسبتي ال20 جنيه على ال8 لتر موفر جدا. والمهم طبعا النتيجة، فانا بقول لكم انا جربته والله تحفة. انا بستعمله بقالي 3 ايام تقريبا. انا هنا طبعا هي الكتابة مش باينة، بقرا لكم كل التعليمات اللي عليه وطريقة الاستعمال وكده. سهل جدا، هنشوف مع بعض واحدة واحدة. اول حاجة هنقطع الكيس بتاعنا. هو بيبقى عبارة عن مادتين، مادة زي الجل كده ديت، والمادة التانية بودر. هنفتح مع بعض الاتنين وهنشوف، نمشي مع بعض واحدة واحدة. جربيه يا قمر على ضمانتي ومش هتندمي. مفيش وصفة قلتلكوا عليها وطلعت مش حلوة. فعلا والله طلع تحفة. دلوقتي بنفضي البودر وهنفضي الجل وهنقلب كل ده كويس جدا لحد ما يندمجوا مع بعض. بصوا يا بنات، هي من ضمن التعليمات ان انت تسيبيه ساعتين. انا بصراحة عملته من بالليل وسبته لتاني يوم. فلو حابة اعملي كده نفس اللي انا عملته، بقولك النتيجة طلعت تحفة. بصوا طبعا مفيش اسهل من كده، يعني احنا بنفضي المكونات وهنقلب وبعد كده هنضيف المية وخلاص. على كده معانا احسن صابون. والله يا بنات ما يفرقش حاجة عن صابون الشركات، طلع بجد حلو جدا. يعني انا بالذات الصابون ده لازم بيبقى جودته عالية معايا. سبحان الله. فلا بجد والله، بصوا يعني انا ولا مسرعة ولا عاملة اي حاجة. كله قدامكم، حاجات بسيطة جدا وسهلة جدا وتحفة. وبقى مش بيقشر الايد وينشفها والجو ده كله. يعني نظافة وتوفير ولمعان رغوته عالية جدا، وهتشوفوا دلوقتي وانا بقلب الرغوة بتاعته حلوة جدا. لا بجد شابوه، حلو جدا. بصوا يا بنات، الازازة دي بوريكم اهي 2 لتر ونص. انا مش هحط 8 لتر لان انا بحب الصابون يبقى معايا تقيل قوي وانا خففه ساعة الاستعمال. فانا هعمل 7 لتر. هنفضي دلوقتي 2 ونص. طبعا وانتي بتعملي هتلاقيه خفيف معاكي، ما تقلقيش وما تتخضيش، ده الطبيعي. اول ما بنحطه بيبقى خفيف جدا. لما بتسيبيه بقى المواد بتاعته بتتفاعل مع بعض وبيتقل معاكي. طبعا انتوا شايفين اهو الرغوة وانا بقلب حاجة تحفة جدا. ما شاء الله، حلو جدا. ما حبيتش والله اقطع لكم مقاطع كتير علشان تشوفي بعينك كل حاجة. بصي ما فيش اسهل من كده. وما بتقلبيش كتير على فكرة، انت بس دوبي المواد. يعني احنا في اول مرة دي بس بنقلب الشوية دول علشان بس المواد بتاعتنا تدوب في المية. غير كده لا، مش بتقلبي كتير ولا اي حاجة. انا كنت يعني بوسع كده الرغوة عشان تشوفوا. دي تاني 2.5 لتر مية. اسفة على اللخبطة يا بنات. يبقى كده حطينا 5 لتر. مفيش اسهل من كده. يعني بصي لو انت بجد بتكسلي ما بنعملش حاجة. كلها حاجات بسيطة جدا. فضي وقلب قلب قلب. زود مية. شكرا. خلاص على كده. خلاص. وهرجع احط 2 لتر كمان وخلاص كده. دول ال2 لتر او 2 ونص كمان، يبقى يا بنات عملنا 7 لتر ونص مش 7 لتر. لان قلنا الازازة دي 2 ونص واحنا حطينا 3 مرات، يبقوا 7 ونص. وهوريكم على فكرة تقله. يعني انا صورت معاكم تاني يوم عشان اوريكم التقل بتاعه عامل ازاي. هنا خلاص حطينا كل كمية المية بتاعتنا. طبعا هو خفيف دلوقتي، مش هقولك تقيل ولا اي حاجة. خلاص كده هندوب ده كله مع بعض وهنركنه. هوريكم دلوقتي السمك بتاعه
عامل ازاي، وهوريكم بعد ما نسيبه لتاني يوم. طبعا لو بتتفرجي عليا ومش مشتركة ياريت تشتركي معايا في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل اشعارات اللي بنزلها، الفيديوهات او العروض، واكتبي لي كومنت. طبعا بصوا يا بنات، هو مش خفيف قوي ولا حاجة، بس ده لسه معمول حالا، ولا سيبناه يهدى ولا سيبناه يتفاعل ولا اي حاجة. خلاص اهو يا قمر، انتي شايفة كل حاجة بعينيكي وليكي مطلق الحرية. خلاص كده. انا هنا بقول لكم ان احنا المفروض نسيبه ساعتين، بس زي ما قلت لكم يا بنات انا سبته لحد تاني يوم. ده شكله تاني يوم، الرغوة كلها خلاص هديت خالص. بصوا تقل الصابون ما شاء الله تقيل جدا، والله الكاميرا ظلماه. هو مش باين تقله في الكاميرا على فكرة يا بنات، كان هو فعلا تقيل جدا، اللي انت ممكن تخففيه اصلا 3 لتر كمان او 4 او 5. فانا زي ما قلت لكم لا، انا هعبيه بتقله ده، وساعة الاستعمال هخففه براحتي. عايزه احط اضافات، عايزه احط اي حاجه، ليا مطلق الحريه في الموضوع ده. الجيركن ده يا بنات كان بتاع فيري، بياخد من 4 ل5 لتر. هملاه كله وهملى ازازه تاني 2.5، وازازه تالتة قولي هيبقى ربعها او نصها. بصوا بقى يا بنات، هنا باين سمك الصابون وهو نازل. يعني بصي لما بحط كده بالكوبايه في القمع بينزل من القمع بالراحه، هو لو خفيف هتلاقيه نزل بسرعه جدا. فبقول لكم بجد النتيجه تحفه وحلو جدا، وانصحك تجربيه، ما تتفرجيش عليه وبس، جربيه. هنا بوريكي ان هي خلاص اتملت وهنعبي الباقي. وهنعمل طبعا اختبار الرغوة مع بعض على فكرة يا بنات، كملي العرض معايا. ادي اول حاجة اتعبت، دي الازازة اللي هي اللتر ونص، هملاها للاخر خالص. وزي ما قلت لكم الازازة التالتة هي اللي هتتملي ربعها او نصها، مش فاكرة. طبعا احنا شايفين الفقاقيع اللي عمالة تطلع من الازازة، دي نتيجة للرغوة على فكرة. الصابون بتاعي لو مش ممتاز ولا هيبقى رغوته عالية ولا هيعمل فقاقيع كده وهو نازل في الازازة. طبعا يا بنات دي مش دعاية ولا اي حاجة، ده بس منتج انا جربته وعجبني وطلعت اشارككم التجربة ديت عشان لو اي حد هيستفاد منها. خلاص يا قمر، احنا كده اصلا يعتبر خلاص خلصنا، ما خدناش وقت. يعني انا عملته بالليل قبل ما انام وسبته لتاني يوم عشان يهدى قوي ويرتاح ويتفاعل معايا، وتاني يوم خلاص. هنا انا كنت بقول للشهد تجيب لي حاجه بقى علشان نجرب الرغوه مع بعض. خلاص مليناه، وادي الازازه التالتة جت اهي 3/4 او ربعها. خلي بالكم يا بنات كميه الصابون اللي اتحطت ما تجيش معلقه كبيره. بصوا كميه الميه كتيره، يعني هو كده خفيف جدا حتى باين. انا اتعمدت اجيب حاجه شفافه عشان يبان. تحفه، مفيش احلى من كده. اتمنى يكون العرض بتاعي عجبكم، وارجع اقول لكم لو مش مشتركين في القناه يا ريت تشتركوا، هنستفاد كتير قوي. ونحط لايك ونفعل زر الاشعار للكل، ونكتب كومنت عشان اعرف ان انت جديده معايا يا قمر واعرف ارحب بيكي. مع السلامه، هتوحشوني لحد العرض الجاي. باي باي.